تجديد عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك. بالأمس القريب تم التوقيع مع اعتذار اللاعب لجماهير نادي الزمالك بعد أن المشكلة التي عقبت مباراة زد اللي أعلن عنها مجلس الإدارة إن اللعيب خرج من المعسكر وكان بيسهر للأسف يعني، وكان معاه 2 لعيبة هما مصطفى الزناري ومحمد صبحي. المجلس الإدارة قرر بمجرد إن فتوح خلاص هيجدد عقده مع الزمالك إن هو نادي الزمالك المجلس الإدارة يعفو عنه ويرجعه التدريبات ويرجع وكأن شيء لم يحدث. ودي سقطة تاريخية ونقطة سوداء في تاريخ هذا المجلس، وأنا ضد إن حد يبقى يعمل هذا الفعل وبعد ما أنت رسيت مبادئ وإن أنت مفيش حد فوق نادي الزمالك كسرت كل ده، إن أنت تعامل عقد لأحمد فتوح وإن أنت ترجعه تاني الملعب. طب انت بقى مشكلتك ايه مع محمد صبحي ومصطفى الزناري؟ طب ما تعمل لهم برضه، هم كمان لو عايز يعني يجدد بقى عقده ويرجع، ما هو اعتذار ويعتذر ويرجع اللعيبه. فين بقى المبادئ اللي انت قرصتها؟ انت مجرد ما خرجت ال3 لعيبه دول من الزمالك، الزمالك ابتدى يتظبط، الفرقه ابتدت تتعدل، ابتديت الفرقه متماسكه، بدات تكسب ماتش 2 3. خسرت ماتش اخير بس سبب اخطاء معينه، اخطاء فنيه، بس الفرقه بقت فرقه، كنت تحس ان في تيم جماعي، مفيش مشاكل جوه مفيش معلمين بمعنى اصح. بس مجرد عودة أحمد فتوح الفريق دي فرقة كده باظت، الدنيا كده مش هتبقى زي الأول، هيحصل بقى مشاكل. طب اشمعنى أحمد فتوح رجع ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لأ؟ طب اشمعنى مش عارف إيه؟ طب ده أحمد فتوح كام؟ ده خد 25 مليون كاش. الزمالك تحسه إن هو بيدور على عدم الاستقرار بإيده، بيصنع عدم الاستقرار بإيده. إيه المشكلة يعني أحمد فتوح ما يمشي؟ يعني أحمد فتوح مش ميسي ولا رونالدو ولا مبابي، عشان الناس كلها يعني من امبارح كده حاسين انهم فرحانين وكأنهم عملوا صفقة تاريخية وإنجاز تاريخي. صراحة يا جماعة يعني حاجات من الحاجات اللي الواحد بيتأسف إن هو بيسمعها ويعرفها، إن الناس فرحانة بتجديد عقد أحمد فتوح. هنتمنى إن الزمالك يعيد حساباته ومجلس إدارة يعيد حساباته. عندنا ملفات مهمة، ملف المدرب الأجنبي وملف فك القيد وصفقات يناير. كان أولى من إن أنت تدفع مقدم عقد لأحمد فتوح ويحط الشروط والامتيازات اللي هو عاوزها ومنح التوقيع ومش عارف إيه. الايام الجايه هتبين العقد بتاع احمد فتوح ده، وهتعرفوا ليه احنا بنتكلم في القصه دي وليه بنقول الكلام ده دلوقتي، عشان بعدين هتعرفوا، بعدين في المستقبل القريب هتعرفوا ليه المشاكل دي او هتحصل وليه الازمات دي هتحصل. نتمنى ان ما تحصلش، نتمنى ان نادي الزمالك يستقر ويرجع في احسن حاله واحسن صوره، والزمالك يقدم مباريات تليق بيه، ونحافظ على الكونفدراليه ونقدر نحصل عليها، عشان انا حاسس ان هي البطوله الوحيده اللي ممكن تحصل عليها السنه دي للاسف يعني.